السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويتلقاكم فيديو وانتم في افضل وفي احسن حال. كما كتلاحظوا معايا الفيديو اليوم غادي نشارك معكم طريقتي في طهي اللوبيا او الفاصوليا البيضاء بطريقه سهله وبسيطه، كتجي لذيذه بزاف. والاهم شيء بالنسبه للناس اللي كتجيهم الانتفاخ البطن تاعهم ما كيقدوش ياكلوا اللوبيا وما تيزعموش عليها، بالنسبه لهذه الطريقه يعني شيئا ما كتاكلي اللوبيا وانتي مرتاحه، ما غاديش تضرك بزاف. فتابعوا معايا الفيديو حتى الاخر، لا تنساونيش من اللايكات نتاعكم التعليقات والبارطاج، جزاكم الله خيرا. كما تلاحظوا معايا بالنسبه للوبيا انا رقتها الليله قبل، وبالنسبه الا ما كنتيش يعني ما كانش عندك مرقده وبغيتي طيبيها هكا، ممكن هكا ديريها في الماء سخون وتسدي عليها مزيان في الكوكوط وتخليها راه دغيا كتنفخ. فاول حاجه كناخذ الكميه اللي نطيب من اللوبيا كنوضعها في الكوكوط، كناخذ حبه من ورقه سيدنا موسى كنقطعها هكا قطع صغيره هكا باش تعطي مفعول اكثر، وكناخذ الحبوب نتاع القزبر، ممكن تعوضوها بالكرويه هكا باش نتفاداو يعني الانتفاخ نتاع البطن. غنخليها تقريبا دقيقه ونص نطفي عليها، يعني ما غاديش نخليوها حتى تطيب. هنا غادي ندوز ناخذ الطنجره تاعي، غنوضع الزيت وغادي نوضع اللحم بقري قطعته قطع صغيره، ممكن ديروها بالدجاج، ممكن يعني ديروها غير بلاصوص طوماط فقط. هنا كناخذ اللحم تاعي كنقليه مزيان بهذه الطريقه. غادي نوضع واحد 3 نتاع فصوص ديال الثوم، وغادي نقلي هذا اللحم مزيان قد ما تقلى مزيان قد ما كيجينا يعني معلك كيطيب مزيان. فغناخذ واحد البصله محكوكه، كذلك واحد المطيشه محكوكه. فبالنسبه للطريقه نتاع اللوبيا من الاحسن انكم تسلقوها، تحيدوا منها ديك الرغوه هكا باش تفادوا داك الانتفاخ نتاع البطن. كما سبقت وقلت بالنسبه للحبوب نتاع القزبر كذلك حبه او ورقه واحده نتاع ورقه سيدنا موسى ممكن تعوضوها بكرويه، حتى كرويه يعني عندها مفعول زوين. فهنا وضعت طماطم مركزه. وبالنسبه للتوابل عندي هنايا الملح، سكينجبير، خرقوم، شويه نتاع البزار، بابريكا او التحميره. بالنسبه للملون غذائي ما تنضيفوش نهائيا، يعني يكفي غير الخرقوم بلدي مطحون على اليد احسن، يعني من الملونات حاجه طبيعيه ما كاينش احسن منها. كنضيف معلقه من الهريسه صغيره كتبقى اختياريه. فهنا غادي نوضع الماء دافئ، وغادي يبقى ليا اللوبيا نتاعي بعد ما غادي نصفيها ونقيها من حبوب القزبر وكذلك ديك ورقه ديال سيدنا موسى، وغادي نوضعها في المرق نتاعي نخليها طيب تقريبا 35 دقيقه. وكما لاحظتوا معايا بالنسبه للوبيا يعني ما جاتش معجنه، كتجي حبه يعني كامله. بالنسبه للسلقه الاولى ما كنخليوهاش مده طويله يعني باش ما تطيبش لينا، غتجي معجنه تجينا بهذا يعني بهذا الشكل، كيجيو حبوب كاملين. فهذه الطريقه كتجي صراحه لذيذه بزاف، كتجي بنينه بهذه الطريقه. كيبقى ليا في الاخر حتى طيب اللوبيا تاعي غادي نضيف شويه تاع زيت زيتون، وغادي نضيف شويه نتاع الكمون كذلك قزبر ومعدنوس. من افضل واحسن زيت الزيتون حتى الاخر عاد نضيفوه باش كتبقى لينا البنه تاع زيت الزيتون. والكمون ما نضيفوش يعني كتير باش ما تعطيناش ديك النكهه مجهده، وكيبقى اختياري. انا ضفت معلقه صغيره ما عمرش بزاف. كتجينا صراحه اللوبيا لذيذه بزاف. فدائما كنبدا فيديو ديالي بالصلاه على الرسول. بما انني نسيت في بدايه الفيديو ما صليتش على الرسول، صليه دابا ان شاء الله باذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حتى نتوما ما تنسوش الصلاه على سيدنا محمد، ناخذ الاجر جميع. فقط واحد الاضافه انا كنشوف من الاحسن بالنسبه جميع القطاني
يطيبوا هكا في الطنجره حسن. ملي كنطيبوهم في كوكوت يعني كيجيو طيبين بزاف وكيجيوش بنانين اكثر شيء بالنسبه للكوكوت ديال اينوكس. فكيجيو هكا في الطنجره يعني البوطه كتنقص علمها كيطيبوا كتجي اللذه والبنه يعني كتجي زوينه بزاف. فبما اننا صايبنا اللوبيا فدائما الخبز الدار حاضر. هنا عجنت الخبز نتاعي بالقمح، انا يعني درتهم هكا شكيلات صغارين خبيزات صغيورين، كنرشهم بشويه نتاع الماء وغندخلهم للفرن. كنكون شعلته من الفوق ومن التحت، دائما الصفيحه كنحطها في الوسط يعني في نفس الوقت كيطيبوا من التحت ومن الفوق. ما كيحتاجش حتى كيطيب يعني يطيبوا من التحت عاد نشعل من الفوق يتحمروا. فكيجيو خبيزات نتاع الدار رطبين هشاشين كيجيو زوينين بزاف. بالنسبه ملي كنرشوهم هكا بالماء اول حاجه كتهني ديك السميده يعني كتبقى تفرتت كثر شيء ملي كياكلوا هكا وليدات الصغار وكيطيحوا او على الفراش كتهني من ديك السميده بعدا وكيعطي يعني واحد اللون كتجي يعني خبيزات كيجيو محمرين كيجيو بهذا الشكل خفافين رطبين هشاشين كما تلاحظوا معايا. بالنسبه للعجينه تاعي دائما كنعاودها 3 المرات. كنعجنها عجينه الاولى مع شويه تاع الخميره شويه تاع السكر غير داك المفعول ديال الخميره يتفاعل دغيا تنجمعها كنخليها كنرجع ليها المره الثانيه كذلك المره الثالثه كندير فيها شويه نتاع الملحه كتجي عجينه رطبه هشيشه تبقى لك لمده يومين 3 ايام كيبقى الخبز طري. فهذا هو الفيديو اليوم، نتمنى ان شاء الله ان يعجبكم تستفدوا منه وهكا كنتقاسموا دائما الافكار مع بعضنا كل وحده ما شاء الله عليها حادقه في دارها. فهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، خليتكم على خير، تهلاو براسكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.